بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو شرع الله. هذه هي الجملة التي توقف عندها الكثير من الناشطات والحقوقيات من النساء، وشافوا أن وضع المرأة في مسودة الدستور يعني ما زال يثير قلق، ما زال مثار جدل. والمادة 11 من باب المقومات الاجتماعية والأخلاقية في الباب الثاني من مسودة المقومات الأساسية للمجتمع بتقول إنه تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إخلاء بمبادئ الشريعة الإسلامية. في الدستور المعطل وضع المرأة كان مثار جدل زي ما احنا عارفين، وضيفتنا أسمت هذا الدستور بأنه دستور أعور، ولطالما كانت وما زالت الحقيقة من الحقوقيات، على الرغم أن هي مش حقوقية ولكنها تبحث دائما عن حقوق المرأة وتقاتل وتناضل، ولدي الحقيقة جرأة أنا شخصيا كنت بتعجب منها من إصرارها وتصميمها المستمر على المطالب المرتبطة بالمرأة والأقباط أيضا في مصر. اسمحوا لنا نصبح ونرحب بضيفتنا الكاتبة والشاعرة الصحفية فاطمة نعود. أهلا بحضرتك. صباح الخير. انت بتقولي شايفه ان انت مش معترفه بالدستور المعطل، هو دستور 2012، وشايفه ان هو كان مجحف جدا بالنسبه للمراه والطفل، لكن عشان اقول ان هو مجحف لازم اشرح ليه هو مجحف بالنسبه للمراه والطفل، لازم احدد بالتحديد. شايفه ايه البنود؟ طيب بدايه انا يعني عشان كده انت ما قلت لي معطل، قلت لك ايه هو المعطل، يعني ما كنتش فعلا فاهمه انك بتتكلم على دستور 2012. انا مش معترفه بيه اصلا. هي المرحله اللي فاتت يمكن انا متطرفه شويه في افكاري وانا كذلك، لكن انا مش نخلي الحكم للناس بعد ما تقولي. لا انا اقصد انك ان انا مش رافضه الدستور 2012 عشان في مواد انا رافضاه مبدئيا فكره ان هو فصيل بليل يكتب دستور ولا يتفق عليه الناس وكذا وكذا. طبعا ده انا كنت رافضاها فكرتها. انا رافضه الفكره يعني طول الوقت حاسه ان الفتره دي مؤقته. يعني انا افخر انني لم اكتب في مقال من مقالاتي كلمه الرئيس مرسي ابدا، يعني لم اقلها على الهوى ولا كتبتها في مقاله. لم اجمع بين كلمتي الرئيس ومرسي. ده كنت بتكلم عنه مجردا لانني اعرف انها فتره مؤقته طالت ام قصرت يعني. والحمد لله خلصنا من هذا الامر وكده. طبعا انا كنت من المنادين بشده ان يكون الدستور كاملا، يعني يعاد، يعني يكتب دستور جديد وليس يعدل دستور. ونحن لدينا فقهاء دستوريين يكتبون دساتير مجرات، فكيف لنا ان نعدل ونرقع؟ حتى بالعكس يعني الدستور حتى زي ما انت قلت ان عليه علامات استفهام كتيره، وسمي دستور العوار وسمي دستور اسال البيض، يعني اسماء كتيره مش جميله. بس اذا فاطمه واحنا بنتكلم بره كان في حوار شيق بينا بنقول فيه ان احنا عادتنا كمصريين في مواقع المسؤوليه بنحذف كل ما قام به المسؤول السابق، وبالتالي انا عندي بنود في الدستور ممكن تكون سليمه وممكن تكون اساسها سليم، ممكن ابني عليها الانتقادات لبعض البنود او لجزء كبير من البنود، ابني على ما تم بالفعل ولا ابني من جديد. اوكي، يعني انت عندك لحظه ثوريه اقالت نظاما كاملا لابد ان يتبعها دستور جديد. ده بشكل عام. انا مثلا انا متحيزه لدستور 54. دستور 54 ده اللي اكتشفه الكاتب الكبير في القمامه في سله المهملات، واكتشفوا الكاتب الكبير صلاح عيسى وكتب كتابا باسمه دستور في صندوق القمامه وسله القمامه. الدستور ده اللي كتبه مين؟ سنبوري باشا وطه حسين. 50 قامه مصريه فارهه كتبت هذا الدستور. أين هو؟ كان به حقوق للمرأة والطفل وكذا. دستور يعني فقط لماذا لم يفعل؟ لأن ضباط الأحرار وقتها ما لقوش إن هم متدللين قوي في المدللين، يعني في شوية حاجات بتنتقص من حقوقهم، فعزلوا هذا الدستور أو جنبوه أو جمدوه يعني. فلينبعث هذا الدستور. ولكن بشكل عام مش عايزة نرجع ورا ونقول نكتب دستور جديد. احنا دلوقتي في مرحلة أوكي تعديل هذا الدستور. اتكلمنا عن الشريعه وما لا يخالف الماده 219 وكذا. انا بس عايزه اميز بين امرين، بين الشريعه وبين الفقه. الشريعه هو ما قاله الله، هو النص لا خلاف عليه، ولكن الفقه
هو يعني ايه في كلمه فقه في اللغه؟ ادراك، فهم. يقول لك لا يفقهون يعني لا يفهمون. فاذا الفقه هو فهمي للنص. انا قد يكون يعني فريز معينه او فيرس معينه او نص ما معين، يعني خلينا نبعد عن النص المقدس. في الشعر مثلا اقري نص بيت شعر المتنبي لادونيس ممكن انت تقراه بطريقه وانا اقراه بطريقه وحضرتك تقريه بطريقه وانت نفسك تقراه النهارده بطريقه وبكره بطريقه ثانيه. دي النصوص المشعه. يعني ايه نص مشع؟ يعني زي فيرجينيا وولف. انا مترجمه فيرجينيا وولف انا كنت بترجم مثلا 5-6 صفحات لها واستنى 3 ايام ما ارجع اترجم تاني الاقي النص بيقول حاجات ثانيه نفس ال5 صفحات فاعيد ترجمتهم لانه نص مشع. النصوص العبقريه نصوص مشعه، عندما تقراها انت نفسك هتلاقيها بتفهمها بشكل مختلف على مدار مودك ومزاجك وحالتك النفسيه. ده شيء ايجابي وده شيء ايجابي. شيء ايجابي في النص طبعا. فما بالك شخصين مختلفين. فاذا الفقه هو ما يظنه شخص ما عن نص ما. طب انا مش عايزه انا لما اجي اقول الفقه حسب الاحكام حسب مصادرها المعتبره على مذهب مين؟ مين اللي يقول لي ان ياسر برهامي هو الشخص؟ انا عايزه اتوقف عند النقطه دي بس لان احنا عندنا موجز الاخبار لان دي نقطه مهمه جدا. نرجع نستكملها عشان ما نقتطعهاش من حضرتك. خلونا نروح نشوف موجز الاخبار. صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا. شكرا للزميل محمد بشير. قبل النشرة كنا نتحدث مع الأستاذة فاطمة نعوت الشاعرة والكاتبة، نتحدث عن وضع المرأة والطفل في الدستور الجديد وكيف أو المشاكل التي كانت في الدستور المعطل، وتحدثنا أيضا فتحنا حوارا حول هل نريد تغيير بنود في الدستور فقط أم نريد دستورا جديدا. نرجع للحوار ونقول يمكن شاهد حماسة شوية قبل النشرة في هذه الفكرة، وشايفة ان لازم في حاجات ياخدها في بالهم لجنة ال50 لكتاب الدستور. اولا انا ما سألتكيش رأيك ايه في التشكيل بتاع لجنة ال50 وهل هو من وجهة نظرك ممثل فعلا للمرأة والطفل؟ تمام. انا بس عايزه استكمل يعني الفكرة قبل النشرة، الفرق بين الشريعة والفقه. ان احنا الفقه هو يتبدل ونسبي جدا وكل واحد يفهم بطريقه. فاذا انا هفسر النص تبعا لمين؟ انت هتفسر لي الحكم ده، الحكم اللي في النص المقدس تبعا لمين؟ ربنا قال حكم معين، انت هتفسره ازاي وانا هفسره ازاي وياسر برهامي هيفسره ازاي والشيعي هيفسره، وكل دول مسلمين. في باكستان عندك المراه بقت رئيس جمهوريه، اذا مش حرام لانها دوله اسلاميه. بينما في السعوديه المراه حرام تسوق عربيه. هذا فقه وهذا فقه. النص واحد، هل اختلف النصوص في ده؟ لا، لكن العقل هنا فكر بشكل والعقل هنا فكر بشكل. فانا لا اخضع لنسبي. انت لما تحط لي الماده 219 انت عايزني اخضع لهذا النسبي، بينما خلاص هي المبادئ ثابته ويعرفها الكبير والصغير وتطبق على الكل. ولكن لما تيجي تقول لي المصادر المعتبره، من يقول ان هذا المصدر معتبر وهذا مصدر غير معتبر؟ قصد حضرتك من يتصدى للتفسير. طبعا بالتحديد. انت هنا بتخضع للنسبي. هو عايز يعمل لي ايه؟ الحق في الماده الثانيه والانقضاض على الحق في الماده 219. يعني انا اديك الحق هنا خلاص واضحه ومش عارفه كذا والمبادئ وبتاع، وهنا اجي افسر فيطلع لي ياسر برهامي يقول لي الحرابه على مش عارفه ماذا وكذا وكذا، وممنوع المراه تخرج تشتغل، وممنوع المراه مش عارفه المراه للبتاع وتتجوز من سن 3 سنين. مين اللي قال الكلام ده يا عم؟ يقول لك انا تفسيري لها فقهي للنص النص الالهي هكذا، واين فقه الاخر فكلمه فقه يعني ادراك، تختلف من شخص الى اخر، بينما الشريعه هي النص الاصلي. دي النقطه اللي كنت عايزه بس نتكلم فيها، وليه احنا رافضين الماده 219؟ لانها بتدخلني في النسبي، وانا عايزه ابقى في المطلق فيما يخص كلام الله. فيما يخص كلام الله لابد ان يكون الكلام مطلقا يخص الله، لكن هتجيب لي ادخلني في النسبي من الذي قال انك على صواب وانا على خطا. دي النقطه. اللجنه بالنسبه اللجنه دي طبعا مشرفه جدا، وانا كتبت تصريح قلت واحدهم، كنت بوجه كلامي برضه لياسر برهامي، دكتور ياسر برهامي، لماذا يعني باي حق واي صلف
ينتقد هذه اللجنة، وكل شخص فيهم يكتب دستور مجرة. الحقيقة أسماء جميلة مشرفة، في معظمها أسماء جميلة جدا. المرأة طبعا مغبونة كالعادة، لكن وجود السفيرة يعني قامة نسائية زي الكفاءة بقى، فكرة ان الكفاءة والعدد يعني بالظبط تطمئن في التصويت طبعا، تطمئن ان الدنيا هتمشي صح. ولكن طبعا هم في المجلس القومي للمرأة قدموا 10 اسماء، قبلت 5 بس، وبعدين مش عارفة بقى لشخصين امرأتين فقط. طبعا يعني مهزلة الحقيقة، العدد مهزلة، لكن الاسماء كلها مشرقة جدا، يعني كبارا قامات عالية، وحتى الشباب قامات مشرقة جدا يعني. ولكن المرأة يعني أرجو أن احنا ينتبه لأن يكون في حاجات كتير. هتقولي عن أحلامي في الدستور، أحلامي في الدستور أنها مثلا تبقى صانعة قرار وتعين في المراكز السيادية بنفس حجمها في المجتمع. طب ما هو الحرية، لو أنا اديت الحرية للشخص عموما المصري المواطن، يبقى انا بديها للرجل وللمراه، بمعنى انها الحريه للجميع، مش معنى ان انا اقول الحريه للجميع او المساواه بين الرجل والمراه في المناصب وفي الحياه السياسيه وفي كذا كذا يبقى المراه خدت حقها. يعني لا، انا عندي برضه تحفظ كلمه مساواه. المساواه كلمه وهميه، مفيش حاجه اسمها مساواه. مساواه يعني الرجل هيلد، لا يلد. هذه المساواه، ان الرجل ينجب، الرجل مش عارفه هذا، او المراه تتزوج 4 يبقى مساواه، زي ما الرجل يتجوز 4. مش صحيح، هي اسمها عداله. يعني الفرق المساواة انك اساوي تماما بلايندلي بدون لا، لكن العدل هو ان تعطي كل شخص ما يحتاج اليه. هو ده العدل. احنا نطلب العدالة ولا نطلب المساواة. يعني الكلمة دي بس اتمنى انها يعاد صياغتها او تأملها. لكلمة المساواة ان اساويك في كل شيء، انا لا اساويك في كل شيء. انت رجل وانا امراه، لا يمكن، مستحيل بيولوجيا ومنطقيا وفلسفيا. بعيدا عن البيولوجيا والفسيولوجيا، ما هي كلمة مساواة ان يساوي الشيء. انا بتكلم كمواطن رياضيا يساوي يعني ايكوال in everything. صح، ايكوال، ده يساوي ده، شيل الكم ده يحط الكم ده زي السين. لكن هي ما فيش، هي مش كده، هي عدل ان ياخذ كل انسان ما يحتاج اليه. فاذا المراه تحتاج مثلا فترات لرعايه الطفل اثناء عملها باجر كامل. المرأة تحتاج أن تعين في مناصب سيادية لأن لها عقلا موازيا لعقل الراجل، ويمكن أكثر. أنا شخصيا بتحيز المرأة، وبفرح لما لسه بقول لكم لما بلاقي كاميرا وومن بنات، البنات بيتقنوا. أنا متحيزة المرأة مش عن جهل، ولا عن ان انا امراه، ولا عن شوفينيه، ولا عن فيمينستكس والحاجات الغريبه دي، لكن انا بلاحظ المراه حينما تتصدى لعمل تتقنه. يمكن في مجتمعاتنا احنا لانها يعني مغبونه شويه من الصغيره. وطبعا زكي نجيب محمود اتكلم عن هذا الامر في جنه العبيط، وقال ليه في كتاب جنه العبيط، وقال ليه هي المرأة لانها عشان مغبونه من وهي صغيره، واخوكي الولد مش عارفه كذا كذا، فيمكن يبقى عندها دافع اكثر للتفوق وللاتقان وكذا وكذا. فانا المراه تمثل في المراكز القياديه بنفس حجمها في المجتمع. المراه معايا 30% من اسر مصر، وانا شاكه في النسبه، انا اظن انها اكبر، تعولها امراه، تعول اسر. شاكه في النسبه، شايفاها ازيد ولا اقل؟ شايفاها اعلى. انا تقريبا كل الستات اللي بشوفهم بيعولوا اسر. في نسبه المراه المواليه في مصر فعلا مرتفعه جدا جدا. فانت تجيلي بعد كده تقول لي لا، انا اصل الماده 219 ده انا شايف ان الست مكانها البيت فقط، ف30 اسره يتحولوا لبلطجيه بقى، ويعني ولادهم مين اللي هيصرف عليهم وكذا وكذا. طيب انا عايزه الطفل كمان، الطفل انت عارفه دستور سنه 19 دستور 23 كان في طفل بيمثل الطفوله. ليه ما فيش طفل في لجنه الدستور دي؟ طفل يمثل. الطفل عايز ايه؟ انت احتياجاتك ايه؟ انت بتحلم بايه؟ لازم طيب يكون في طفل يمثل. بس نتوقف لحظات، لان احنا معانا على التليفون الكاتبه والاديبه مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون المراه الاستاذه سكينه فؤاد. صباح الخير يا استاذه سكينه. اهلا بيكي يا استاذتنا الجميله. اهلا بيكي يا فاطمه. اهلا، تحياتي للكاتبه والشاعره العزيزه استاذه فاطمه نعود. الله يخليكي. الابن والابنه الاعزاء في البرنامج. اهلا بيكي. الله يخليك يا استاذ. لمصر كلها بقدم العزاء. لمصر كلها بقول ان يعني ارجو ان يكون لدينا ثقه كامله ان هذا الشعب العظيم اللي وعد الله سبحانه وتعالى بالامان والسلام في القرآن الكريم
لن تستطيع قوى الشر أن تهزم إرادة المصريين. لن يستطيع الإرهاب، لن يستطيع الألم الذي يراد إدخاله كل بيت مصري الآن، لن يستطيع أن يهزم إرادة الحق والعدل. وأتوجه بكلمتي وبعزائي وبمحبتي إن احنا نقف صف واحد، ندرك أننا ننتصر بإذن الله، أن مخططات حرب مصر وشل مصر وقتل مصر وإنهاك مصر التي لا يفعلها محب أو صاحب ضمير أو صاحب وطنية أو منتمي حقيقي لهذه الأرض ستهزم، وإرادة الحق بإذن الله ستنتصر. وعبر الدستور القادم اللي انتم بتتكلموا حواليه وحوالين وضع المرأة فيه إن شاء الله، أثق أن جميع أعضاء اللجنة، جميع الأمناء على مصر سيهتموا بسد كل الثغرات التي ينفذ منها من يستطيع مرة أخرى أن يهدد الأمن ويهدد الأمان. تمام. أشكر حضرتك على هذه المداخلة الكريمة. الكاتبة الصحفية والروائية الأستاذة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة. ونفس السؤال لحضرتك أستاذة فاطمة، يعني هل فعلا الظروف اللي بتمر بها مصر يعني هي مشجعة لأنه يكون هناك مناخ؟ يعني دايما الأزمات بتكون بتفجر طاقات وتفتح مساحات من الإبداع، سواء الفنانين أو الشعراء أو الأدباء أو غيرهم، ولا فعلا ربما يكون هناك تباطؤ في الحركة الثقافية بعض الشيء؟ احنا عايزين بقى يعني الثقافة لا تتوقف والإبداع لا يتوقف، لكن عايزة أتكلم عن أن الثقافة مش رفاهية. يعني كتير من الناس يعتبروا أن أنت دلوقتي في أزمة وكذا فما يتراجع بقى على الهامش شوية. وده مش صحيح، لأن بالعكس يعني الثقافة والإبداع هي أساليب مقاومة. بالعكس ثورة 25 يناير قامت إزاي؟ قامت لأنك تعبأت نفسيا، انت اللي خرجت من الناس اللي خرجت اتعبوا نفسيا بافلام مين؟ افلام هي فوضى، افلام يوسف شاهين، افلام هاني رمزي مش عارفه اللي عملها عايز حقي، والحاجات دي كلها الناس بدات تفهم يعني ايه ده، وانا المفروض اقرا الدستور وانا ليه حق في البلد دي ومش عارفه. فهذا التعبئه بالعكس، امريكا هزمت الاتحاد السوفيتي بالقوى الناعمه، السوفت باور اللي هي المكارثيه، اللي هي الاغاني اللي بتسرب لك ان الشيوعيه دي غلط واللي مش عارفه كذا. السادات هاجم لتحقيق بقى اهداف الثوره. احنا عندنا ثوره وحدثت بالفعل وعايزين نحقق اهدافها. الثقافه هنا هل شايفاها ستتوقف عن يعني الوصول الى هذا المستوى قليلا حتى تهدأ الاوضاع، بحيث ان انا ابص لقدام بثقافه جديده وابداع جديد؟ هو ده. شايف مصر انت عايز ثوره ثقافيه، مش ثوره ثقافيه يعني تعمل كتب اكتر ولا كذا كذا، رغم ان هذه اساسيات وضروريات، لكن ثوره ثقافيه يعني في رؤيتك للاشياء. عايزين فلسفه، نتبنى فلسفات جديده، ثقافه جديده. عايز ثوره على فلسفتك القديمه وثقافتك القديمه اللي هي الاحاديه. ولسه كنا بنتكلم احنا فاكر قبل التصوير فكره الرجل الواحد واللي هو الوان مان شو. ما عندناش تيم ورك، ما عندناش تيم ورك. التيم ورك الاطفال بيتعلموا من بره من وانت صغير، يروحوا كلهم 5 6 10 الفصل كله يروح يشوف الضفادع ويعمل عليها تجارب. احنا كنا نحط شنطه بينك وبين اللي قاعد جنبك على الديسك علشان ما يغشش منك. احنا من صغرنا بنتعلم ان انا عشان انجح واطلع الاول لازم انت تسقط، مفيش مشاركه. لكن مش فكره ان احنا كلنا لازم ننجح مع بعض. الثقافه دي شديده الاهميه لبناء مجتمعات. التيم ورك، ازاي كلنا ننجح، ولما انت تقل اعرف ان انا كمان هقل، لان احنا بروجكت واحد. احنا ما بنتعلمش دي في اخر، يعني مثلا في كليه هندسه قسم عماره ما عملناش مشاريع جماعيه الا في اخر السنه، اخر سنه بكالوريوس اللي هي مشروع تخرج. مشروع تخرج مش مشروع تخرج حتى فردي، لكن في الاربن ديزاين اللي هو التخطيط العمراني ان احنا 10 نروح مع بعض. وبرده بينك انت منافسه، انت عايز تبقى انت مش فاهم ان انت لو واحد من ال10 دول وقع المشروع كل واحد ليه مهام، وبالتالي لو علمناه واحنا في رابعه كنا خلاص يعني اتكونت من صورك على الاحاديه والفرديه، واوعى تقول لصاحبك ومش عارف. التيم ورك دي مهمه جدا لبناء المجتمعات. عشان كده انا مش عايزه الاقي مشروع اتعمل لما الشخص ده يقصى او يتنحى او يقع او يموت او وات ايفر، المشروع كله يقع، لان انت ما عملتش السيستم، ما عملتش نظام، ما عملتش ان انت لو موجود او مش موجود السيستم ده ماشي. انا نفسي ده يتعلمه، دي ثقافه. بس ده هيحتاج وقت، هيحتاج وقت عشان ازرعه في انت محتاج، ما انا عشان اقول لك انت محتاج عشان تبني مجتمع جديد محتاج التعليم ينسف. وانا بكلم وزير التربيه والتعليم واقول له انت محتاج منظومه جديده تقوم على العقليه مش النقليه. على ابن رشد
مش ابن تيميه. يعني ان انت تفكر ان كل شيء اتعمل عشان الانسان يعلو، مش عشان اشده لورا. المناهج بتاعتنا كلها ما فيش حاجه في الدنيا دلوقتي اسمها انك تحفظ ماده وتروح تجاوب في الامتحان غير في مصر. المجتمعات يمكن العربيه انا مش متابعاها، لكن كله اوبن بوك، المعلومه قدامك اهي، اتفضل الكتاب موجود وانت قاعد في لجنه الامتحان الكتاب اهو حل. لان انت مش محتاج، انت مش بتعمل ريكولينج للداتا، انت مش كمبيوتر هتقعد تحفظ معلومات وبعدين انا اسمع النظريه انا عايز وعايز تنساها بعد الامتحان. لا مش صحيح، انت عندك الكتاب مفتوح، الماده اهي، المعادله اهي، حل. استنتج. فكره انك تفكر العقل وليس النقل، ده سيستم متطبق علينا في كل حياتنا، مش في الامتحان ومش كذا. طول الوقت احنا مشكلتنا الاساسيه ان احنا دجمائيين، حافظ القاعده وحاطط القاعده ان هي انا مش فاهم ان القاعده دي خادم. القاعده خادم، النص خادم. الله حينما انزل النص المقدس في القران الكريم لصالح الانسان وليس لكي يعني انت يعني الناس محتاجه تقرا في الصوفيه شويه، محتاجين يقروا ابن عربي، محتاجين يقروا جلال الدين الرومي عشان يشوفوا الله حينما انزل هذا القران كان محبا للانسان، يحبه، عايزه يرتقي ويتطور ويعلو، مش عدو. لكن الناس زي مش عايزه اسمي اسماء، ولكن المتطرفين عملوا ايه؟ متطرفين حطوا النص فيه عداء مع الانسان، فالناس بقت فاهمه ان النص عدو ليا. مش صحيح، النص خادم للحياه، مطور للحياه. ده بشكل عام. يعني الجمله دي التي تنطبق على هذا تنطبق على كل حاجه في الدنيا. نحن خلقنا لكي نعبد الله ولكي نطور الحياه، نطورها عن طريق العقل. هذا جوهرة الترقي. ليه الاخوان فشلوا؟ ليه؟ عشان هم اهدروا اجمل حاجه ربنا مديها لنا اللي هي العقل، واستبدل بيها السمع والطاعه، او بدين ماشي زي القطر كده. القطر حينما يفكر ان يخرج عن السمع والطاعه يعمل ايه؟ يعمل كارثه، هيتقلب. غير الطياره الورق اللي بتطير، هي قانونها هو الجمال، تطير هنا وتطير هنا بلا قضبان. فانت ربنا مديك عقل، جوهره الترقي، هو الجوهره اللي بتخليك تترقى من العصر. الحاجه اللي كنت بتشوف عظمه تجري وراها وتقتل الشخص الثاني عشان تاخد العظمه، للعصر دلوقتي اللي عامل حاجه اسمها حقوق انسان، وعامل حاجه اسمها ان الحيوان له حق. فهذا العقل العظيم اللي جوهره الهديه من ربنا، انا خبيتها على جنب وبستعير عقل المرشد، وبستعير عقل حسن البنا، وبستعير عقل سيد قطب وذاك سيد قطب ده على فكره كان ناقد رفيع الطراز. اقروا له كتب وشخصيات عظيم، ناقد ادبي عظيم. دخل في الاخوان بقى سيد قطب القاتل الدموي الارهابي اللي عمل فرخ كل دول. ليه؟ لانه شال هذه الجوهره الجميله جدا ورماها. فاذا هو ده اللي انا عايزه، ان احنا نستعيد هذه الجوهره الجميله ربنا مديها لنا ونحترمها كما يليق بهديه من الله. طب ما حد بيجيب لك خاتم سوليتير بتحفظيه في علبه من بشر، خاتم ولا مش عارفه هديه ولا ازاز برفيوم ولا كذا، دي هديه من الله، هديه من السماء، نحن نركنها على الرف وننقل زي القطر وزي الاخوان وزي كذا. طيب النص، تتحدثين كثيرا عن النص يا استاذه فاطمه. الترجمه، يعني انا اعلم ان انت مترجمه ومترجمه ماهره، يعني النص أيهما أثر فيكي؟ يعني تتحدثين عن العقل وإعمال العقل، وزي إني أبدع وأبص للنص بشكل جديد وأحاول أقرأ ما بين السطور. يعني هل الترجمة هي اللي قادت حضرتك إلى هذه المهارة، ولا يمكن يعني إعمال العقل هو اللي خلى حضرتك تبصي دايما للنص بشكل مختلف ويديكي هذه المهارة في الترجمة؟ لا، هي الفكرة إن أنا متبنية مقولة برنارد شو يقول لك إيه؟ أنت ترى الشيء وتقول مش عارفه ايه. المهم انا ارى الشيء واقول لما لا. انت ترى الشيء وتقول هو كده، هكذا هو. لكن انا اقول انا لما لا، او انا اتخيل اشياء غير موجوده، اتخيل احلم واقول لما لا. لكن انت بتشوف الشيء الموجود وتتبعه. يعني انت ليه مفترض ان العالم، يعني لو الانسان من البدايه خالص ما حلمش انه يسمع ابنه في اخر العالم، ما كانش يتعمل الموبايل ولا التليفون ولا اللاسلكي ولا كذا. يعني فكره انك تبقى انت مقصور بالموجود، الموجود ده ولا شيء.
البدايه خالص يعني اذا عايزه نقطه التحول دي لما قريت طبعا افلاطون ودنيا المثل، وان اللي احنا شايفينه ده كله مش حقيقي وكله ريفليكشن او انعكاس لعالم المثل اللي هو فوق. طبعا هي فكره وهميه لابن رشد لافلاطون، اللي هي فكره الكهف، واحنا في كهف ما بنشوف الظلال بس وكذا. لكن الفكره دي ادتك احساس ان انت مش بالضروره اللي بتشوفه هو الصح. اكيد في صح في مكان تاني، مكان ما في حقيقه اخرى، الصح يختلف من مجتمع لاخر طبعا. وبالنسبه للشخص نفسه والا ما كنا نتبدل ونترقى. الشخص نفسه بيغير آراءه مع الوقت، فما بالك من شخص الآخر. ففكرة المطلق والنسبي والثابت والمتحول، انت ليه طول الوقت حاسر نفسك في الصندوق؟ اكسر الصندوق واخرج. يعني فكرة الدجمائية دي يعني انا بشوفها انها عداء الانسان. تعود على انك بتعمل نفس الحاجة بروتوتايب زي المكنة كل يوم كل يوم كل يوم، ما تفكرش في طرق تانية. اللي ساعدني على ده بقى قرايه كتير. يعني علي بن ابي طالب عظيم، وانا مش شيعيه عشان ما يقولكش دلوقتي دي شيعيه. علي بن ابي طالب من اكثر العقول في البشريه ثقافه ووعيا واستناره وجمالا وتحضرا، ولست شيعيه بالمناسبه. ابن رشد الذي قال ان النص يؤول، النص لصالح الانسان، واذا اختلف مع صالح الانسان يؤول، واذا التاويل كان ضد الانسان قال يعاد التاويل والتاويل. ابن رشد، افلاطون، مارتن لوثر كينج الذي حرر. يعني قصدي انت عندك نماذج من البشريه كتير جدا خرجوا عن الصندوق، خرجوا من الصندوق الضيق ده، فاكتشفوا جمالات في الحياه جميله جدا. اكتشفوا ان السماء جميله جدا ومحبه جدا، وان الله جميل جدا، غير الصوره اللي بيحاولوا يرسموها بعض الدجمائيين اللي يعني اقول ان هؤلاء الذين شوهوا الدين. انا اتهم الاخوان، انا قلت اول تهمه يتهموا بها الاخوان والمتطرفون الجمعه الفضائيات الاخيره دي ازدراء دين الاسلام. انهم هم الذين اصدروا الدين الاسلامي بتشويهه. لو انت عارفه كم ناس الحدت على ايدين هؤلاء الناس، هم جم لكي يعزوا الاسلام ولكي يعلوا من شان الاسلام ولكي يطبقوا شرع الله، فطبقوا شرعهم الخطأ فألحد البشر، ألحد مصريون ألحدوا في عهدهم، هم مسؤولون عن هذا، هم الذين سيحاسبوا عن هذا. أنا يعني بتمنى دي هي كل الثقافة الجديدة، ثقافة إعمال العقل على قد طول الوقت فكر. كان عندي مدرس رياضة يقول لي ما تبطليش فكري طول الوقت، كل شوية فكر ده صح ولا غلط، وغير وطور وإلى آخره. فأنا بس عايزة أكد على نقطة مهمة. الطفل في أوروبا، في أمريكا طفل هو اللي يعني ابوه ما يقدرش يهينه او امه ما تقدرش تهينه، لانه هيكلم 911 هيجوا هيعاقبوا الاب ولا. لكن انت تشوف مثلا جارك معلق ابنه في النجفه، مبهدل بتاع بيقطعه، ما تقدرش تعمل، لان ده مش جريمه في الدستور. انا عايزاه يكون في الدستور مش في القانون. التشايلد ابيوز والومن ابيوز او تعذيب الطفل وتعذيب المراه يكون في الدستور مش في القانون، لان الدستور اعلى من القانون. ان انا لو شفت حد يهين ابنه او يعامله وحش من حقي ان انا ابلغ، والطفل نفسه من حقه يبلغ. الطفل بيعمل ايه؟ الطفل يتحمل هذا العذاب وبعدين يخرج يتحول لطفل شوارع وبعدين مجرم. سيدة فاطمة، ما يتم تضمينه في الدستور هو فكرة حقوق الطفل لا يجوز له أن يهان كفكرة، يعني لا يجوز له أن يهان أو يعامل بكذا كذا كذا إلى آخره، ده بند في الدستور. لكن القانون هو اللي يفسر كيف يتم ذلك، كيف يتم عدم الإهانة، كيف يتم عدم الاعتداء. وفي الدستور يوضع أن هذا الأب والأم الذين يهينان ابنهما أو بنتهما يعني يسحب منهم الابن زي ما بيحصل في الدول الأوروبية. إحنا عندنا مشكلة ضخمة جدا هائلة، كارثة اسمها أطفال الشوارع. أطفال الشوارع مش حاجة ستاتيك على فكرة، ده الديناميك. يعني إيه؟ يتناسلون الأطفال من بعضهم كده. شفتوا أفلام خالد يوسف، الطفلة بتنجب أطفالا، يعني الكتلة دي بتزيد مع الوقت. أيام أما تولى مبارك مصر كان عدد الأطفال محدود، دلوقتي بملايين. فدول إيه؟ الطفل ده البلطجية الموجودين دلوقتي هم أطفال شوارع بتوع امبارح. طيب أنا أختم اللقاء بسؤال، وقبل ما يحصل الانتقاد، حسب فكرة حضرتك وحسب ما قيل والبنود اللي المفروض انها تلغى في الدستور المعطل، حضرتك مش موافق عليه، الدستور غير الموجود. طيب الفكرة هنا قد يكون واحنا بنتكلم عن حقوق المرأة يقول لك شكل من يتحدث عن حقوق المرأة ان هو عاوز الشكل بتاع النموذج الغربي، ودي إجابة سريعة
ورأيك في هذا الموضوع قبل ما يطرح، لأنه هيتقال طبعا وأنا متوقع أنه يتقال، وهنختم بيها. أنا عايزة النموذج الإنساني. المرأة إنسان وكائن له عقل ومكلف، وبما أنه كلف وسيحاسب مثل الرجل، إذن لها عقل ومن حقها أن تختار، لأن الحرية هي مناط التكليف. ما ينفعش ان انت تأيدني 40 سنة كده وانت تقول لي برافو انت ما سرقتيش، برافو انت ما قتلتيش، انت مأيدني، سيبني حرة لكي النجدين وهديناه النجدين، اديني النجدين وانا اختار لانني ساحاسب على هذا الاختيار. فاذا انت بتعتبر المرأة كائنا ناقصا زي الطفل كده. ابن تيمية يقول لك المرأة حتى اقل من الطفل، من الصبي، لان الصبي لما يكبر هيعقل، لكن المرأة لا تعقل ابدا، مرأة كالبهيمة. فاذا انت انا اريد ان تكون المرأة انسانا. سيمون دي بوفوار بتقول لك في كتاب الجنس الثالث، الجنس الاخر، بتقول لك ايه؟ الجنس الاخر مش الثالث، بتقول لك ان المرأة تولد انسانا ثم يجعلها المجتمع امرأة. يعني هي انسان، مولودة انسان، لكن انا بقى بايه؟ غلط، مش عارفه ايه، وانت ست، انت بنت، مش عارفه اخوكي كذا كذا، تتحول لامرأة، وهذا خطأ. يعني انت نحن نتعامل في اطار الانسانية. الشرع يعني الله احترم المرأة واجلها. انت الفقيه الذي تريد ان تسلبني حقوقي لكي تجعلني انت البطريرك الذكر او المفتي الجاهل باوامر الله الى اخره، يريد ان يجعل من المرأة شيئا ممتلكا واحدى يعني ممتلكاته لكي يزداد يعني احساسا بالنفوذ. في مجتمعات كانت اموميه زمان وكانت على فكره المجتمعات الاموميه اللي هي ماترياركال بقى عكس الباترياركال. المجتمعات اللي كانت تحكمها امراه وكانت الستات تشيل الرمح. المجتمعات دي كانت على فكره يسودها الرخاء والنماء والحب والسلام وكذا وكذا، لا كان فيها قتل، الرجل هو اللي عنده شهوه القتل اسمها ايه، السياده والسلطان الى اخره. طيب انا قبل ما اختم انا حاسس ان انا يعني احترموا المراه لانها كائن جدير بالاحترام. ذاتس ات. طيب أنا عايزة قبل ما أشكر حضرتك طبعا على يعني هذا اللقاء الشيق على الأقل الحقيقة بالنسبة لي المموه، هل كان لي يعني رسالة من حضرتك؟ المموه ده لفت نظري الحقيقة. أنا لابسة كده تحية للقوات المسلحة وتحية لصناع الفرح. أنا قلت الفريق السيسي في مقالة لي اسمها الفريق السيسي صانع الفرح. وصانع الفرح ده عنوان آخر ديوان لي شعري. هو صنع الفرح لأنه بدل عاما من الحزن والكآبة وانعدام الأفق، كانت الناس واقفة خلاص حاسة مفيش بكرة، إلى فرح. ومقالي الجاي في مجلة 7 أيام اسمه الديجول المصري. الديجول المصري هو الفريق السيسي. يعني كل الدعوات اللي بتنادي بنعم لفريق السيسي رئيس الجمهورية، المقال ده لأن ده برضو ده مهم. أنا في هذا المقال قلت هو أذكى من أن يستسلم. أنا عارفة أن كل الناس هيبقوا عايزينه وهيضغطوا عليه، لكني هكون حزينة جدا جدا لو قلع البدلة العسكرية ولبس البدلة المدنية وترشح. هو هنا أعلى وأجمل وأوقع وأفضل وأعلى في مكانه كصانع الفرح. الرؤساء على فكره ما بقاش فخر قوي يعني بعد الدكتور مرسي ما جاء ومسك مصر، ما بقاش يعني حاجه مغريه قوي ان الواحد الحقيقه محتاج فتره يغسل ذاكرته ويغسل ينقي يفلتر عينيه من الاهوال وودانه طبعا من الخطط واللي شافه ده، عشان بعد كده يبقى منصب. هو في موقعه فريق السيسي في منصب اسمه السيسي، في منصب اسمه صانع الفرح. هو هنا أعلى، لأنه لو فعل هذا هو يعلم أن الثورة التي لا تفضي كما قال ديكارت، الثورة التي لا تفضي إلى مدنية لا يعول عليها. وهو أحرص الناس على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو بأن مصر لابد أن تكون دولة مدنية. لما يخلع البدلة العسكرية ويلبسي كده أنا هفضل مصدقة أن هو عسكري، فإذا الدولة ستصبح عسكرية ولو منتلي. أنا مش عايزة كده، فأنا أحب الفريق السيسي جدا لدرجة أني مش عايزة رئيس، لدرجة أني عايزاه كما هو في موقعه. احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء اللطيف. الكاتبة والشاعرة الأستاذة فاطمة نعود، شكرا لتشريف حضرتك الكريم لينا. مشاهدينا احنا لسه مستمرين مع حضراتكم فقرة صباح الخير، تابعونا.
بلدنا اللي باع الأمان، ولا من ولادنا اللي اشتراه الشيطان. مش من بلدنا اللي باع الأمان، ولا من ولادنا اللي اشتراه الشيطان. براء منه كلنا، براء منه أمنا، براء منه مصرنا. مش من